السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بيكم في كل مكان. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض دبس الرمان بطريقة مضمونة ونظيفة وجميلة وأجمل ألف مرة ما بتشتريه من بره، وهيقعد معاكي كمان من السنة للسنة. هتعمليه بإيدك وهتكوني مبهورة انك عملتي الجمال ده. يلا بينا نشوف عملنا دبس الرمان بتاعنا الحلو ده ازاي. اول حاجه معايا رمان بتفرطيه باي طريقه بقى انت بتحبيها او بتستريحي فيها، يعني علشان ما نضيعش من وقت الفيديو. انا فرطته زي ما انتوا شايفين كده، واي حاجه بيضه فيه كده بتشيليها وبتنضفيها وبتضربيه في الخلاط، وبتجيبي كده شاشه او قماشه عندك تكون قطن او اي حاجه يعني تقدري انك تحطيه فيها. ودي اسهل واجمل طريقه استخدمتها، لان المصفى هتقعد تنزل معاكي شوائب كتير قوي. فهاتي شاشه كده او قماشه خفيفه واعصريه بالشكل ده كويس جدا، وهنتخلص من البذر مش هنحتاجه في حاجه. بعد كده بتجيبي حله بقى ناشفه كده وحلوه وتحطيها على النار وتفضي فيها الرمان بتاعك ده، وتكون النار هاديه يعني الى حد ما. بعد كده بتشيلي بقى الريم والوش اللي عليه ده اول باول، وبتتخلصي منه كده كله. عايزينه يكون عندنا نظيف خالص وصافي جدا. طبعا هو بياخد معاكي وقت على النار، يعني ممكن ياخد معاكي ساعتين كده ولا حاجة. بحط كده معلقة من السكر. على فكرة المقادير ديت 2 كيلو من الرمان حطيت لهم معلقة من السكر وعصرة صغيرة من الليمون، وبسيبه بقى يكمل سوا على النار. دي بذرة ليمونة عادي خالص بشيلها. وبعد كده بسيبه لحد ما هيتقل معايا، كل ما اقلبه كده احس انه تقل معايا. ما تشيلهوش خالص من على النار طول ما هو خفيف. هياخد معاكي حوالي ساعتين كده ولا حاجة. وبعد كده زي ما قلت لك بقى بتنضفيه اول باول، كل ما تلاقي فيه وش بتقومي بتشيليه. وساعد ما بتحطي مثلا معلقه كده وتلاقي لما تعملي خط كده ما ينزلش على بعضه تاني، يبقى هو كده تقل معاكي وتقدري تطفي عليه النار. وبس كده خلص معايا دبس الرمان. وزي ما احنا شايفين بقى بتسيبيه كل ما بيبرد معاكي كل ما بيتقل، وبتقدري بعد كده انك تحطيه بقى في وبتحفظيه بقى عندك كده في علبة او برطمان، وبيقعد معاكي من السنة للسنة ما بيحصلوش حاجة. ودوقي بقى دبس الرمان من عمايل ايديكي ولا اللي بتشتريه من بره، صدقيني هيبقى تحفة وهتتبسطي بنفسك قوي. وهتنبهري بالنتيجة. اتمنى اشوفكم تاني ان شاء الله في فيديو جديد. بحبكم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.